فجأة طلع لنا تبون قبل يومين 3 أيام يبي يقطع العلاقات طيران مع الإمارات بدون أي سبب. يعني ما في أي مستجد كان معنا ومع الجزائر. فجتنا صدمة في الشعب الإماراتي، جته صدمة أن كيف يعني نحن ما نقدر نزور الجزائر. وأنا من الناس اللي حولي والله العظيم يا أخواني اللي موجودين كلكم المغاربة، ما أعرف ولا إماراتي راح الجزائر سياحة. والله العظيم إني ما أعرف. يعني أنا مش فاهمة التصعيد الغير مبرر من يطلع رئيس دولة ويتكلم على قطع العلاقات الطيران مع الجزائر بدون أي سبب. يعني هو ما له علاقة أصلا في الصراع الموجود الحالي، فجأة يطلع دويلة. كيف أنت رئيس دولة تتكلم بهالطريقة؟ فقررت إني أنا أدخل عند المغاربة وأشوف كيف تعاملوا، كيف كانت صدمتهم يوم قطعوا العلاقات مع المغرب، وكيف تعاملوا مع هذا الحدث التاريخي. يعني كان حدث صراحة صدم الإمارات كلها. يعني أنت قطعت العلاقات، ترى ما في أي إماراتي. أنا حتى قاعدة أقول حق الإماراتيين اللي معانا من اللي يوصل أصلا الجزائر. يعني أنا أتوقع الطيارة إذا راحت تروح بس المضيفين اللي يوصلون، أو إذا كان حد مثلا جزائري عايش عندنا في الإمارات وبيرجع بلاده. ما عندنا ولا إماراتي سمعت في حياتي هذه كلها راح الجزائر سياحة. معروف في شمال أفريقيا اللي يروحون الإماراتيين فقط مصر والمغرب، غيره ما أسمع. نادر تونس، نادر نادر. ليبيا طبعا أوضاعها غير مستقرة. الجزائر قطعت العلاقات فجأة بدون أي، يعني ما في مثلا نقول اتفاقية، في شيء جديد، في مثلا. يعني أنا مثلا أنا في الوقت الحالي يعني صار لي تقريبا 15 سنة أداوم في قطاع غير نفطي اقتصادي مهم. ولا أي اتفاقية ولا أي اجتماع ولا أي وفد، لا رحنا ولا ردينا مع الجزائر. في يعني ما عندنا أي احتكاك، ما عندنا أي احتكاك. يعني لا سياحة، لا اقتصاد، لا علاقات. يعني غريب القرار يطلع. هل هو تسجيل موقف؟ كيف تعاملوا؟ يعني أنا بتكلم، ما بتكلم عن الحكومة المغربية، ولكن كيف تعامل المغرب مع التصريحات في قطع الطيران على المغرب ولا هذا، عشان نحن نستفيد كتجربة إماراتية جديدة صراحة مع دول عندنا نحن. يعني توترات أكبر من التوترات اللي موجودة مع عمي تبون، ولكن ما تم قطع الطيران. فحبينا ناخذ تجربة المغاربة في التعامل مع قطع الطيران وكيف كان الحدث هذا. يعني هل مثلا تأثروا المغاربة، أو مثلا كان يعني طنشوا الموضوع، أو كانوا مثلا. أنا سألت والله مغربي اليوم دخل عندي يشارك وقال كان عندنا احتفالية يوم طلع القرار القرار قطع الطيران. وانت تخيل لانه قطع. في جهد